المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دورة صحية حول الوقاية من الأمراض المعدية. انتخابات مدراء الضواحي في مديرية صورنا. تنظيم دورة تأهيلية حول أمراض التوحد والإعاقة الذهنية. قادة دول المحيط الهادي يسعون لعودة أمريكا إلى اتفاقية باريس المناخ. واشنطن تستدعي دبلوماسيها من دول قطعت علاقاتها بتايوان. مصابين ومتضررين في زلزال بالصين. نظمت في مدينة حقات بإقليم عنسبة دورة صحية في الفترة من الثالث وحتى السابع من سبتمبر الجاري للمهنيين الصحيين من مديريات الإقليم التسعة، تركزت حول الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. واشتملت الدورة على التعرف على الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان وإيجاد آلية حلول عاجلة لها، وإجراء متابعة ومراقبة جادة حتى لا تنتقل إلى الإنسان، وأنشطة تركز على تعزيز وعي المجتمع. وأوضح مسؤول متابعة الأمراض الوبائية بفرع الوزارة في الإقليم السيد صقاي التخسي أن الدورة تركزت على 11 من الأمراض المنتشرة في القارة الإفريقية مثل التراكوما وداء الكلاب والبلهارسيا وحمى الضنك وإجهاد المعدة والأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان والإجهاد والحمى الصفراء وغيرها من تلك الأمراض، مشيرا إلى اكتساب المهنيين الصحيين معلومات كافية لضمان صحة المواطنين. وأشار سيد صقاي إلى تحقيق المساعي المبذولة في هذا البرنامج نتائج ملموسة، موضحا بأن الإصحاح البيئي ونظافة الجسم يقي بنسبة 80% من الإصابة بتلك الأمراض، مناشدا المجتمع لضرورة متابعة صحة مواشيهم. من جانبهم أكد الدارسون جاهزيتهم للعب دور كبير في المعلومات المكتسبة في تسيير حملات التعبئة الجارية، مناشدين للتعامل بالنظافة المطلوبة للألبان ومشتقاتها وكذلك اللحوم ومشتقاتها. جرت في ضواحي عونا عرقناي وانداباسيفانوس ودبن غوبلي في مديرية صورونا لتغيير مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى المنتهية فترة عملهم. ودعا مدير مديرية صورونا سيد إيوب تسفى ميكائيل المنتخبون الجدد للعب دور رائد من أجل ضمان خدمات إدارية نشطة ومرنة وتنفيذ البرامج التنموية، مدركين أهمية المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. من جانبهم أكد المنتخبون جاهزتهم لخدمة منتخبهم بكفاءة عالية، مناشدين بأن يمدهم المواطنون بالدعم الاستشاري في كل أنشطتهم. تستمر الانتخابات في الضواحي المتبقية حتى 26 من سبتمبر الجاري، وتضم مديرية صورونا 69 منطقة في 15 ضاحية. في غضون ذلك تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في المديرية في 4 من سبتمبر الجاري أضرارا بشرية وحيوانية. وافادت المعلومات الواردة مؤخرا وفاة الشاب في 26 من عمره عبر صاعقة رعدية في منطقة بريق حساب بضاحية انداسيفانوس، فيما تم نفوق 4 مواشي في منطقة تدعى سللو. نظمت الجمعية الوطنية لأمراض التوحد والإعاقة الذهنية في الفترة من الثالث وحتى السابع من سبتمبر الجاري دورة تأهيلية ل 135 من المشرفين على حملات التوعية في هذا المجال ومدراء المديريات القادمين من كافة أرجاء البلاد حول العناية بالمصابين بهذا المرض. وقدم رئيس الجمعية السيد برهان بخرسيون في ختام الدورة التأهيلية كلمة قال فيها إن رؤية الجمعية هو بذل جهود ومساعي حسيسة لضمان حقوق المصابين بالأمراض التوحد والإعاقة الذهنية وتحسين حياتهم المعيشية، مشيرا إلى أنهم توصلوا مع وزارة الصحة إلى اتفاقية تضمن تقديم الخدمات الصحية المجانية لهؤلاء المرضى وقد وصلت إلى مرحلة التنفيذ. وذكر الدارسون أهمية الدورة التأهيلية التي تلقوها، معترحين بأن تدعى وزارة التعليم قضية المصابين بأمراض التوحد والإعاقة الذهنية ضمن سياستها التعليمية.
في إطار المساعي والجهود الجارية للإصلاح البيئي الأهلي، تمت حملة التوعية الجارية في ضاحية أم حجر في مدينة قلوج بإقليم القشبركة بالتنسيق بين المؤسسات الصحية وإدارات الضواحي لتعزيز وعي المجتمع في هذا الشأن. وفي الاجتماع الذي عقد للاحتفال بالمهام الناجحة التي أنجزت في الضاحية، أوضح بأن السيمينارات المقدمة عبر المهنيين الصحيين للإصلاح البيئي ظلت تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المعدية. وذكر مسؤول الإصلاح البيئي في فرع مكتب الصحة بالإقليم السيد يعقوب عبده بأن البيئة النظيفة أساس مجتمع صحي، داعيا منح الأنشطة الأهلية أهمية كبيرة من أجل الإصلاح البيئي. من جانبه قال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم القشبركة الدكتور حيالوم كيداني إن أنشطة الإصلاح البيئي المرتكزة على وعي وتنظيم الشعب تعزز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض المعدية، داعيا المدراء إلى منحها اهتماما أكبر. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أعلن قادة الدول الجزر في المحيط الهادي أن تغيير المناخ هو الخطر الأكبر الوحيد الذي تواجه دولهم، وحثوا واشنطن على العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ. وأستراليا التي تخلت عن التزامها باتفاقية باريس دون أن تنسحب منها واحدة من 18 دولة عضو في منتدى جزر المحيط الهادي، وجهت هذا النداء في اجتماع لقادتها في دولة ناورو الصغيرة. وقال القادة في بيانهم مطالبين الولايات المتحدة بالعودة إلى اتفاقية باريس يمثل تغيير المناخ الخطر الأكبر الوحيد على حياة وأمن ورفاه شعوب المحيط الهادي. وتعتبر الجزر الواقعة في المحيط الهادي خط الجبهة في مجال تغير المناخ، ويأتي نداء دول المنطقة في الوقت الذي يجبر فيه ارتفاع منسوب سطح البحر والأزمات الأخرى المتصلة بالمناخ السكان على الانتقال إلى أرض أعلى. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من اتفاقية المناخ في 2017 قائلا إنها ميزت دولا أخرى على بلاده. استدعت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثيها إلى 3 دول في أمريكا اللاتينية بعد أن قررت هذه الدول قطع علاقاتها مع تايوان وقررت سيادة الصين عليها. وهذه الدول هي السلفادور وجمهورية الدومينيكان وبنما. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب أن تعيد توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. وكانت واشنطن قد عبرت عن مخاوفها من ازدياد النفوذ الدبلوماسي للصين في الأمريكيتين، واتهمت الصين في أغسطس بزعزعة العلاقات بين جانبي مضيق تايوان بعد قرار السلفادور قطع العلاقات مع تايوان وإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إنهم سيطلبون من البعثات الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية أن تساعد على تقوية اقتصاد هذه البلدان في أمريكا اللاتينية ومؤسساتها. أصيب 14 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين وتضرر 21 منزلا. وذكر مركز شبكات الزلازل الصينية أن مقاطعة يونان تعرضت ل 55 هزة ارتدائية عقب الزلزال تباينت شدتها بين 3 و5 درجات على مقياس ريختر. وكان الزلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة موغيانغ ذاتية الحكم في مقاطعة يونان، حيث شعر السكان بالهزة في 15 بلدة تابعة للمنطقة، فيما تعمل وسائل المواصلات والاتصالات ومحطات الكهرباء بشكل طبيعي في معظم المناطق الواقعة بالقرب من مركز الزلازل. في غضون ذلك ضرب الزلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق إيران، ثم أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص آخرين بسبب انهيار الصخور في هذه المنطقة. الخبر الأخير في هذه النشرة: تقدم رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية للطيران باعتذار عما سماه بأنه خرق لنظام الشركة الأمني، ووعد بتقديم تعويضات. وقال رئيس الشركة أن القراصنة شنوا هجوما
معقدا وإجراميا على موقع الشركة، قائلا إن بيانات شخصية ومالية تخص زبائن الشركة تعرضت للاختراق. وطالت عملية الاختراق الإلكتروني نحو 380 ألف عملية شراء تذاكر، ولكن البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تشمل تفاصيل الرحلات وجوازات السفر كما تقول الشركة. وانخفضت قيمة أسهم الشركة المالكة لشركة الطيران بنحو 3% في تداولات نهاية الصباح في سوق لندن. بهذا الخبر مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.